للأسف الشديد عندها إعاقة ذهنية، فهو طبعا استدرجها لمكان الشقة اللي هو فيها عشان خاطر هي معهاش حد، أو هي كانت بتسأله عايزة تأجر مكان تقعد فيه، لأنها طبعا كان معاها فلوس ومعاها تليفون غالي شوية. المهم اتعرف عليها وأخدها الشقة بتاعته عشان خاطر يعني ضحك عليها وبيقول عمل معاها علاقة، وبعد كده اتفق معاه ان هو هيتجوزها، ولكن حصل مشكلة ما بينهم، وعرف ان هي معاها فلوس كان حوالي 8000 وشوية، ومعاها تليفون. طبعا طمع في التليفون وطمع في الفلوس واخدهم منها، وبعد كده طعنها عدة طعنات وقطعها وحطها في شنطة واخدها ورماها في الازاريطة. هو بيقول كان هيرماها في مكان تاني، ولكن ما لقاش مكان يعني احسن من ده. بعد كده هرب لمحافظة القاهرة وتم القبض عليه. المفروض ان هو جاي من سوهاج مأجر شقة هنا عشان بيشتغل، وفي نفس الوقت يعني بقاله كذا شهر هنا. مش عارف والله، يعني ربنا يرحمنا برحمته. طبعا هو تم القبض عليه ومحبوس 4 أيام على ذمة التحقيق. الواقعة دي كانت يوم 31 يناير، ولكن لسه طبعا التحقيقات شغالة. ربنا يرحمها طبعا ويصبر اهلها اللي اكيد ما يعرفوش لسه هي مين، ولما يعرفوا طبعا اكيد هيزعلوا عليها. سلام.